اكبر مشكله بتضايق اي بنت وست في حياتها لو لقت شعرايه او تانية في الفرشه بتاعتها وتجري على صاحبتها الحقيني اعمل ايه، وتروح تدور على وصفات طبيعيه لعلاج تساقط الشعر من على النت، ووصف زيوت من هنا على وصفه دهانات مضروبه مجهوله المصدر من هنا، وبدل ما تعالج المشكله تعمل مشكله اكبر. عشان كده لازم تعرفي سبب المشكله عشان تعرفي تعالجيها. وفي احدى الدراسات تم العثور على نقص البيوتين في 38% من السيدات اللي كانت بتشتكي من تساقط الشعر. وفي دراسة تانية بتقول إن أسباب تساقط الشعر ممكن يكون بسبب الصلع الوراثي واللي معروف باسم الصلع الأنثوي النمطي، فقدان بقى الوزن السريع، نقص معادن زي الحديد والزنك والبروتين كمان، وبعض الأمراض الهرمونية زي اضطراب الغدة الدرقية. الأسباب اللي احنا قلناها دي كلها فيها عامل مشترك اللي هو نقص البيوتينيز. ده اضطراب وراثي ما بيقدرش الجسم يستخدم فيه البيوتين ولا يعيد تدويره. اورجانيك نيشن بتهتم بكل حاجة في صحتنا، عشان كده عملت لك اقراص البيوتين بتركيز 10,000 وحدة تقدري تاخديها كل يوم قرص قبل الفطار، وما تخليش شعرك ابدا يتساقط زي اوراق الاشجار.